واش عارف ان القهوه ما كتعطيكش الطاقه، ولكن غير كتخدع دماغك باش يحس انه معياش، والسر كامل كاين في واحد الماده في دماغك كتخليك تحس بالنعاس. القهوه ولينا كنشربوها كل نهار، في الصباح، في الليل، في الخدمه وحتى في القرايه. ولكن السؤال هو كيفاش كتقدر القهوه تخليك فايق ومركز؟ باش نفهموا هذا الشيء خاصنا نعرفوا كيفاش كيجينا النعاس وكنحسوا بالتعب. في الدماغ ديالك كاينه ماده سميتها الادينوسين، تقدر تقول عليها ماده التعب والارهاق. هاد الماده كتجمع في دماغك مع الوقت الطويل ديال النهار، كل ما خدمتي قريتي ولا تحركتي كتزاد هاد الماده وهي اللي كتخليك تحس براسك عيان. فشنو كدير القهوه لدماغك؟ القهوه فيها ماده الكافيين وكتشبه بزاف الماده ديال التعب الادينوسين، ولكن ماشي نفس التاثير. فمني كنشربوا القهوه الكافيين كيمشي للدماغ وكيحاول يدخل نفس البلايص اللي كيدخل ليها الادينوسين. ولكن المشكله فين؟ المشكله هو ان الكافيين كيدخل ولكن ما كيديرش نفس الخدمه، فقط كيمنع الماده الحقيقيه ديال الاحساس بالتعب تدخل. ومني كيتسداك الباب ديال التعب اوتوماتيكيا ما كتحسش بالنعاس، كتولي فايق ومركز اكثر، وحتى المزاج ديالك كيتحسن. ولكن الحقيقه هو ان التعب باقي كاين، ولكن الدماغ ما غيبينوش لك دابا. فالقهوه كتخلي الدماغ يغرز الراحه والسعاده، كتخليك مركز وكتحس بالجسم ديالك باغي يتحرك، ولكن من بعد مده كيمشي هذا التاثير. اذا القهوه ماشي طاقه حقيقيه، هي غير كتخبي عليك التعب. فمن بعد ساعات الكافيين كيمشي من الدم والتعب كيرجع يبان. فخاصنا نعرفوا ان الجسم ديال كل واحد مختلف، كاين اللي كيحرق القهوه دغيا وكاين اللي العكس. فإلا كنتي كتشرب القهوه بزاف فالدماغ ديالك كيتعود عليها وكيولي يطلب كميه اكثر. فالقهوه ما كتعطيكش طاقه جديده، ولكن كتسد الاحساس بالتعب وكتزيد تركيز شويه. فالقهوه ماشي طاقه حقيقيه، هي غير تعطي المؤقت الاشارات ديال التعب. ولكن السؤال اللي كيبقى مهم، شنو غادي يوقع للدماغ الا شربنا القهوه يوميا لسنين طويله؟ واش كيبقى نفس التاثير ولا الدماغ كيتغير فعلا؟